هعمل معاكم النهاردة الكريم كراميل بأسهل طريقة في البيت. بجد طعمه كان غني جدا ومفيد جدا على فكرة للأطفال ولينا احنا كمان. أول حاجة أنا هحط نص كوباية من السكر، هسيبها لحد ما تسيح شوية من الأطراف، وبعد كده هنزل عليها بمعلقتين كبار من المية. أول ما اللون يبتدي ان هو يغمق معايا شوية زي كده، بقوم قافلة النار عليه على طول عشان السكر معايا ما يتحرقش. هنزل بقى في البولات اللي انا هقدم فيها الكريم كراميل. اجيب الخلاط بقى واحط فيه 5 حبات من البيض، وعليهم معلقة كبيرة من الفانيليا، وهحط 750 جرام من الحليب السائل، وربع كوباية من الحليب البودرة. وحليت بالحليب المكثف المحلى، مش متوفر عندك حطي سكر. وبعد كده هضربه كويس جدا، وهعديه على مصفى عشان خاطر لو في اي تكتلات تنزل معايا في المصفى. هغطي بقى الكلام ده كله بورق الألمونيوم، كل بولة هغطيها لوحدها، وهكون مسخنة مية، واحط مية في الصينية اللي هحطها في الفرن. هيقعد معايا ساعة في الفرن، وبعد كده هقفل عليه الفرن واسيبه شوية، وبعد كده احطه في التلاجة واقدمه. بجد لازم تجربوه، طعمه خطير يا جماعة، خطير.